السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت ست من اللي هم بيتصلوا بالشيوخ يسألوهم عن مشاكلهم وحلها والكلام ده. ست بتشتكي للشيخ من زوجها ان هو بيسبها بأفظع الألفاظ، ان هو أساسا ما بيصليش، فنتوقع منه أي حاجة. بيضربها، منع أهلها يخشوا البيت. طبعا والدها متوفي، وأمها ست كبيرة مسنة عندها 74 سنة، وهي أصغر اخواتها متجوزين طبعا ومالهين في بيوتهم ومشاكلهم، فمعاها 3 أولاد. فهي صبرت على أساس إن لما يشوف أولاده بيكبروا ينسلح حاله، لدرجة إن هو بيضربها وبيشتمها وبيعايرها إن هو بيأكلها وبيشربها، وكمان إن هو تف في وشها وهي بتصلي. هو طلب منها حاجة وكانت بتصلي، فشتمها وتف في وشها وهي بتصلي بين ايدين ربنا. شفت الجبروت والافتراء؟ يعني دي اكتر حاجة لفتت نظري، ان انت مش هي بين ايدين ربنا، انت وفي لقاء مع ربنا تتف على وشها اللي ربنا كرم البني ادم بوجهه. يعني ايه الجبروت ده؟ وبعدين انت النبي صلى الله عليه وسلم خصيمك يوم القيامة، يعني هتطرد من رحمة ربنا، والنبي صلى الله عليه وسلم مش هيتشفع لك. ازاي ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اوصى الرجال، قال اوصيكم خيرا بالنساء، وانت رفضت تعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخي، طب راعي ان ولادك الصغيرين بيشوفوا الكلام ده، يعني انت قدوة ليهم. ازاي يسمعوا الالفاظ دي؟ بتقول لك العيال ابنها بيسالها يعني ايه، كل شتمه ابوه بيشتمها لها بيسالها يعني ايه. يعني انا كلامي موجهاه لزوجها، اتقي الله، اتقي الله، اتقي الله. النساء ضعيفات. هو دايما كده لما ست بتبقى طيبه وكويسه ربنا بيوقعها في واحد، استغفر الله العظيم يا رب. هي بتشكي وبتقول انا بتمنى له الموت. شوف انت وصلتها لدرجه ايه، ان هي بتتمنى موتك عشان تعيش تربي عيالها وتعيش في سلام وامن. انت كرهتها في عيشتها وكرهتها في وجودك. يعني مش كفاية ان انت يعني ما عملتش بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، اللي احنا نفسنا نقعد معاه على الحوض بتاعه الكوثر يوم القيامة. فانت ازاي هتحط وجهك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقبل النبي هتقابل ربنا ازاي؟ يعني انا بكيت، يمكن عينيا حمراء، انا لما سمعت كلامها وهي بتشتكي، بجد بكيت حزن عليها. حطيت نفسي مكانها، لا حول ولا قوة الا بالله. الشيخ بكى، والمذيعة اللي قاعدة بكت من اللي هي حكته. انا اختصرت الكلام، هي حكت كتير. ف يعني نصيحة للزوج ده، يا ريت يشوفني ويسمعني. يعني انت هتقف بين ايدين ربنا ازاي؟ وهتقابل النبي بأنهي وجه؟ النبي اللي وصى حتى الآخر لحظة في حياته وهو في سكرات الموت، قال أوصيكم بالنساء خيرا. اتق الله، اتق الله. بلاش عشان خاطرها، طب عشان خاطر ولادك ما يشوفوش المنظر ده، وعشان هياخدوك قدوة ليهم. ابنك لما يكبر هيقلدك وهيعمل كده مع زوجته. ربنا يهديك ويهدي جميع المسلمين يا رب. صلي على الحبيب الشفيع المصطفى صلى الله عليه وسلم.